كلنا بنعرف نعمل كبسة، بس لو سألتي عن ملك السفرة العربية والطبق اللي ما يختلفش عليه اتنين، الإجابة دايما هتكون كبسة الدجاج. بس اليوم مش هنعمل مجرد كبسة عادية، احنا هنكشف أسرار بهارات الكبسة الأصلية، وازاي بتطلع الدجاج محمر ودايب والرز مفلفل زي المطاعم وأحسن. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. يلا بينا مع بعض نعمل كبسة الدجاج الفخمة للمناسبات. جبت حلة ورفعتها على النار ونزلت دلوقتي بربع كوباية زيت، بس تكون نوعية الزيت كويسة. هنزل بيهم كده والحلة بتسخن معايا، ودي خطوة مهمة. بعد ما نزلت بالزيت هنزل دلوقتي معايا معلقة سمنة بلدي، هتفرق جدا يا جماعة في الطعم. هننزل كده بالسمنة على الزيت وهنقلب وهنسيبها تسخن كويس جدا بالطريقة دي. شايفين يا جماعة التوابل السليمه اللي هننزل بيها؟ عود قرفه هننزل بيه، ومعانا دلوقتي 3 4 ورقات لوري هننزل بيها، ومعانا دلوقتي المسمار او قرنفل 3 4 كده فصوص هننزل بيهم، ومعانا دلوقتي كام حبايه حبهان حوالي 5 6 كده هننزل بيهم، ومعايا 3 لومي، اللومي الناشف بنجيبه من عند العطار، ومعايا فلفل اسود صحيح هننزل بيه ونقلب بقى لحد ما الريحه تطلع. دي المكونات السليمه اللي نزلنا بيها، ودي خطوه مهمه انك تفضلي تقلبي كده اهوت لحد ما تتحمص معاكي، هتديكي نتيجة في منتهى الجمال وطعمه في منتهى الروعة. احنا بنعمل الكبسة الأصلية يا جماعة السعودي، مهمة جدا بتعمليها في العزومات. معانا دلوقتي بصلتين كده أو بصلة كبيرة مقطعاها متوسطة هننزل بيها. حبيتي تحطي بصل أصفر أو بصل أبيض مفيش أي مشكلة خالص، بس أنا بحب البصل الأحمر ده بيفرق في الطعم جدا. ونبتدي نشوح بالطريقة دي. شايفين يا جماعة؟ قلبي بقى كده لحد ما البصلة هتصفر معانا او تدبل معانا خالص وريحتها هتطلع بالطريقة دي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ امشي على الخطوات هتطلعي احلى كبسة هتقدميها على سفرتك في منتهى الروعة. شايفين بعد ما قلبناها بالطريقة دي؟ يلا بينا دلوقتي هننزل بثلاث اربع فصوص توم مفرومين او تقطعيهم حتت صغيرة، مفيش اي مشكلة خالص، ونبتدي نحمص بالطريقة دي. كل مكون هننزله هنقلبه كده قلبتين 3 دقيقة او دقيقة ونص. معانا دلوقتي فلفل مقطعينه كده مكعبات، فعلا بيفرق في الطعم. لو ما عندكيش اصفر اخضر عادي، وهحط بقى قرن فلفل الحامي ده بيدي كده طعم شطشطه كده في منتهى الجمال، شطشطه خفيفه. ونبتدي نشوح كل المكونات دي كويس جدا زي ما اتفقنا. دلوقتي بعد ما قلبنا بالطريقه دي معايا كده جزرتين بشراهم هيديكي طعم مسكر خطير، هنزل بيهم تقطعيهم قطع صغيره خالص، بس البشر هيسهل عليكي وهيديكي شكل في منتهى الجمال وطعم اروع. تبداي تشوحي كده الجزره بالطريقه دي زي ما اتفقنا. كل مكون هتنزلي بيه هتشوحيه مدة دقيقة أو دقيقتين بالطريقة اللي احنا ماشيين بيها دي. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ قلبي بقى كده اهوت هتطلع لك طعمه في منتهى الجمال وفي منتهى الروعة. دلوقتي بقى بعد ما شوحناها بالطريقة دي والجزرة دبلت معانا، هنزل دلوقتي بمعلقتين صلصة طماطم أو معجون الطماطم، هنزل بيهم كده ونبدأ نحمصهم كمان بالطريقة دي. طبعا احنا عارفين الصلصة الحاجات دي بتبقى فيها مواد حافظة، فلازم تشوحيها الأول كده قبل ما تنزلي بالطماطم، تشوحيها كويس جدا لحد ما تفك معاكي بالطريقة دي وتتحمص واي ماده حافظه تطلع منها. شوحي بقى كده كويس جدا. شايفين يا جماعه؟ كل ما هتقلبي هيديكي نتيجه احسن. معايا دلوقتي 3 طماطمات انا بشراهم بالطريقه دي، تقدري تقطعيهم قطع صغيره خالص هتبقى برضو طعمها في منتهى الروعه، وتقدري تضربيها في الخلاط تعمليها بس من غير ميه، هتديكي صوص في منتهى الجمال. نشوح بقى كده وهنسيبها كده 5 دقايق بالطريقه دي تتسبك معانا. هنزل دلوقتي بنص معلقه فلفل اسود ومعلقه ملح، هنزل بيهم ونقلب بقى كل المكونات دي مع بعض. شايفين يا جماعه؟ كل الخطوات دي وكل المكونات خطيره. معانا دلوقتي التوابل بقى اللي هننزل بيها. معايا معلقه بابريكا، معايا نص معلقه كبسه، معايا معلقه كزبره ناشفه، معايا نص معلقه كركم، نص معلقه كاري، ومعايا دلوقتي نص معلقه جنزبيل. هننزل بيهم دلوقتي بالطريقه دي على الخضار اللي احنا عملناه دوت حطيناه في الاول، هيديكي طعم وريحه. الريحه يا جماعه ماليه الشقه. امشي على الخطوات واعملي احلى كبسه في منتهى الجمال. ودي مكوناتها الاصليه، عاوزه تزودي اي حاجه ينسون اللي هو الورد مفيش مشكله خالص. قلبي بقى بالطريقه دي جميله وريحتها خطيره يا جماعه. ما تشوحي كده هيديكي نتيجه احسن بكتير. طبعا دلوقتي بعد ما شوحناها بالطريقه دي وشايفين يا جماعه دبلت معانا ازاي، هننزل معايا دلوقتي معايا فرخه تقطعيها على 4 تقطعيها على 2 زي ما انت عاوزه، بس نضفيها كويس وشيلي الجلد منها واغسليها ونقعيها في ميه وملح وليمون او ميه وملح وخل. شايفين يا جماعه بيضه قشطه ازاي؟
يقطعيها من النص، تقطعيها على 4 ما فيش أي مشكلة. يالّا بينا دلوقتي هنسيبها تتشرب بقى من اليمة دي، اليمة اللي أنا حطيتها تتشرب من الطعم الخطير ده، وبعد كده قلبتها على اليمة التانية، شايفين يا جماعة شكلها عامل إزاي؟ بسم الله ما شاء الله، أحلى كبسة وأحلى نتيجة. طبعًا أنا نزلت بالفراخ الأول وهاسويها هنا، ودي خطوة مهمة. هانزل دلوقتي عليها بالمَيّة المغلية، لازم تكوني غالياها، تغطّي بقى الفراخ خالص وتسيبيها دلوقتي من 30 ل35 دقيقة، بالكتير أوي 40 دقيقة. وده طبعًا حسب وزن الفرخة، شايفين لون الشوربة عاملة إزاي؟ طبعًا دلوقتي الفرخة هتنزّل الصوص اللي فيها، هيدّيكِ طعم خطير للشوربة دي. يالّا بينا دلوقتي هنغطّيها ونسيبها لحد ما تستوي، وهتطلع معانا أحلى كبسة وأحلى لون فراخ هتاخديه بالطريقة اللي هتشوفيها بعد شوية دي. غطّيها بقى ونسيبها دلوقتي لحد ما تستوي معانا خالص. ودي الفراخ بعد ما استوت، شايفين لونها عامل ازاي؟ استوت بقى في كل المكونات والتوابل دي، طعمها يا جماعه وريحتها في منتهى الجمال. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ يلا بينا هنرفعها جنبنا في صينيه عشان نبقى ندخلها الفرن. شايفين يا جماعه خطيره ازاي؟ يلا نطلعها. واستوت معانا سوا كامل يا جماعه، يا دوبك كده اما ندخلها الفرن هتاخد لون بسيط. شايفين يا جماعه اللحم والانسجه شاربه من الاطعم كلها ولونها عامل ازاي؟ خطيره. يلا بينا دلوقتي هنشيل كل بقى التوابل السليمه دي بالراحه كده، وتسيبي البصل وسيبي الثوم. يا دوبك هنشيل بس ورق اللورة، اللومي، الحبهان، الحاجات السليمه دي، وحاول القرنفل والفلفل الاسود السليم. في ناس بتحب الفلفل الاسود السليم في الاكل، مفيش مشكله خالص. شايفين طلعنا كميات دي. معايا بقى 3 كوبايات رز بسمتي، انا غسلته كويس ونقعته ساعه. شايفين شكله عامل ازاي؟ تقدري يا جماعه تعملوه برز مصري، مفيش اي مشكله خالص. هننزل بقى بالرز كده وقلبي كده قلبتين بالطريقه دي. شايفين شكله عامل ازاي؟ ويلا على نار عاليه في الاول لمده 5 دقائق، وبعد كده تهدي النار بقى وتسيبيه كده حوالي ربع ساعه. هيطلع معاكي رز مفلفل وطعمه وريحته في منتهى الروعه. جربوا الطريقه دي يا جماعه وقولوا لي رايكم في التعليقات. غطي بقى ونسيبه لما يستوي وارجع لكم تاني. دي الفراخ بقى شايفينها، هنحطها في صينيه كده، ونبتدي دلوقتي معانا معلقه صلصه طماطم، ونبتدي ندهن بيها كده بقى الفراخ عشان نحطها في الفرن تحت الشوايه، تدينا اللون الخطير وتطلع معانا الريحه والجمال. بعد ما تعمليها كده لو حبيتي تحطي فحمه كده وتغطيها بورق فويل كده، هتاكلي احلى فراخ مشويه. بعد ما دهنا كده، شايفين الصلصه دهنيها كويس عشان تديكي لون مميز وطعمه في منتهى الجمال اهو. بعد ما دهناها كده، شايفين يا جماعه لونها عامل ازاي؟ تقدري تزودي، تقدري تقطعيها 4 قطع زي ما انت عاوزه. يلا بينا دلوقتي، معانا دلوقتي كده معلقتين زيت كده اهوت على الوش عشان تديكي اللمعه واللون الخطير، رشه ملح وفلفل بقى للطعم الخطير. يلا بينا دلوقتي تحت الشوايه في الفرن، وهنشوف الجمال والعظمه دي بعد ما ياخد اللون الخطير. وده الرز بقى المفلفل اللي طعمه وريحته وبالبهارات الكبسه الخطيره. شايفين الجزر وشكله عامل ازاي؟ شايفين يا جماعه الفلفله؟ كل رزايه تنطريه كده زي ما هي. شايفين الفراخ ولونها الخطير؟ شايفين الجمال والعظمه دي؟ جربوا بقى وقولوا لي ايه رايكم فيها. يلا بينا مع بعض دلوقتي نغرف الكبسه الخطيره ونحط الفراخ كده الجميله على الوش. شايفين الرز يا جماعه نازل مفلفل ازاي؟ والله ريحته وطعمه خطير اهو. شايفين؟ اغرفي بقى الكميه اللي انت عايزاها لاولادك، عاوزاها في اطباق كل واحد طبق لوحده كده قطعه الفرخه براحتك، عاوزه تحطيه كده في سيرفيس كبير، حاجه جميله وعظمه. شايفين الشكل عامل ازاي ولا الريحه في منتهى الجمال؟ يلا بينا دلوقتي بعد ما غرفنا الكبسه ننزل بالفراخ الخطيره دي على الوش، محمره عامله ازاي؟ مشويه يا جماعه، مشويه وطعم خطير وفي منتهى الجمال. شايفين الجمال والعظمه واللون الجميل دوت؟ دلوقتي مع بعض هنرش رشه بقدونس كده بسيطه او كزبره زي ما انت عاوزه كده على الوش، عاوزه تزودي براحتك رشه خفيفه كده اهوت عشان يديكي كده الصوره الجماليه الخطيره. ومعنا دلوقتي حبه زبيب كده اهوت، عندك مكسوداني، عندك مكسرات، عندك صنوبر زي ما انت عاوزه، وابداي رشه كده على الوش عشان تزودي الجمال جمال. شايفين يا جماعه الجمال والعظمه ده والطعم في منتهى الروعه والمنظر والشكل. ودي كانت اسرار كبسه الدجاج الاصليه اللي هتشرفك في اي عزومه. جربيها بنفس المقادير والتكات اللي قلناها، واوعدك ان الكل هيسالك عن السر. اذا وصلتي للنقطه دي في الفيديو فانت بطله. بس ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم عشان يوصل لكم كل جديد. بس قولوا لي في التعليقات، بتحبوا الكبسه بالفراخ ولا الكبسه باللحمه؟ انتظروا وصفات للعيد الاضحى. اشوفكم في وصفه جديده واكل احلى واحلى، والف هنا وشفا. مع السلامه.